ده البرنامج اهو. ده البرنامج اللي كان هيجيلك بشكل مجاني من غير ما تدفع ولا اي جنيه. مش فاهم ليه الناس بتحب ان هي تشغل دماغها، والهدف ان احنا نشغل دماغنا في الغلط. انا جيت النهارده قلت لك هديلك برنامج بشكل مجاني من غير ما تدفع ولا اي جنيه، وقلت هطلع 1000 برنامج تدريبي مجانا، وده ما بيحصلش، وده مش يعني في الشغل ده مش صح. ولكن انا حسبتها حسبه مختلفه شويه، وحبيت اساعد الناس اللي لسه راح الجيم ومش عارف يبدا ازاي والكلام ده، ومعهوش فلوس. طبعا في ناس كتير بتبقى نازله معهاش فلوس انها تشترك مع مدرب وكده، بدل ما تقعد تدور على السوشيال ميديا تبدا ازاي، او انك تروح الجيم تايه مش عارف تعمل ايه. النهارده انا بديلك خطه تقدر انك تعتمد عليها كبدايه ليك لحد ما ربنا يكرمك وتقدر انك تشترك مع مدرب. والمدرب ده مش شرط يكون انا، مدرب اللي انت تختاره واللي شايف ان هو الافضل ليك، مفيش اي مشكله. في الاول وفي الاخر كل واحد ليه ناس بتحب ان هي تتمرن معاه وتتابع معاه وكل الكلام ده. النهارده انا بديلك خطه مجانا من غير ما تدفع ولا اي جنيه، ولكن انت بتتنصح ليه النصح؟ ليه نشغل دماغنا؟ ليه نعمل اذكياء؟ والله الموضوع لا فيه ذكاء ولا فهلوه ولا فيه كل الكلام ده حبيبي. انا طلبت كلام واضح وصريح بدون لف ودوران. حبيبي انا قلت لك اعمل متابعه، شارك الفيديو مع 5 من صحابك، اكتب تم في الكومنتات، خد سكرين شوت ابعته على الرقم الواتساب اللي بيشوفه قدامك على الشاشه ده، هبعت لك البرنامج. انا كلامي واضح وصريح. ايه الصعب في كده؟ هل انا شغلت دماغي بقى واتنصحت عليك؟ مفيش اي تشغيل دماغ. ليه عملت كده؟ هقول لك ليه عملت كده، ويعني مش عارف الناس هتقدر تفهم الحته دي ولا لا، بس يعني ايه، انا هحاول افهمها لك. بص، انا عشان اعمل اعلان على منصات السوشيال ميديا، المنصه دي هتاخد مني فلوس، صح؟ المنصه اللي هتاخد الفلوس دي اولا ناس مش عرب ولا هم مصريين حتى، وفي نفس الوقت الناس دي في يوم من الايام بتحاربنا احنا كعرب. فانا فكرت تفكير بره الصندوق شويه. ليه ما ساعدكش انت كواحد مصري او كواحد عربي، حتى لو حد اجنبي انا برضو ما عنديش مشكله، ليه ما ساعدكش؟ فانا النهارده بدل ما هدي فلوس للمنصه عشان تعمل لي اعلان، لا انا هدي لك برنامج متكامل تبدا بيه كشخص مبتدئ، وفي نفس الوقت تعمل اللي كانت هتعمله المنصه. يبقى انا اديت لك برنامج من غير فلوس. انت كده كده قاعد على السوشيال ميديا عمال تسكرول على السوشيال ميديا، انت كده كده هاخد من وقتك اقل من 15 ثانيه هتستلم برنامج بيدفع فيه فلوس. انت مش عايز، خلاص انت حر، دي حريه شخصيه. فانا بالفعل يا شباب ما طلعتش برامج، لاني الناس يا بتشغل دماغها ويدخل يقول لك انا عملت ويطلع ما عملش، لان انا بدخل اشوف الدنيا ماشيه ازاي، يا اما بيقول لي اصل انا متابعك. انا ماليش دعوه انت متابعني، انا بقول لك اللي انا عايزك تعمله، لو عملته هبعت لك البرنامج. حتى الناس اللي بعتت الصبح وانا قلت الموضوع هينتهي الساعه 12 بالليل، وبالفعل الساعه 12 وصفرين خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى، فمش هبعت لحد حاجه. عايز هتشترك النهارده، انت هتدخل في الجيم لوحدك تايه، انا كنت هخليك كل اللي تعمله تنزل الجيم، تدفع اشتراك الجيم، تروح تتمرن، امر منتهي، الموضوع مش صعب. بس احنا ما بنحبش ندعم بعضنا، احنا نحب ناخد المعلومه ونجري. اصل لما انزل لك فيديو يعمل 1,500,000 مشاهده النهارده، وانت تحفظ المعلومه وتشير المعلومه مع اصحابك، والمعلومه تعجبك وكل الكلام ده وتستفيد بالمعلومه، ومش عايز تتابع الشخص اللي بيقدم المعلومه ده، طب ليه؟ ما هقول لك على حاجه، ليه بقول لك الكلام ده بثقه؟ لان المعلومه لو ما كانتش مفيده ما كنتش انت وغيرك اتفرجت وشيرت وكومنتات ومش عارف ايه وكل الكلام ده، كنتش هتعمل كده. والله يا شباب انا مش فاهم انتوا عايزين ايه ولا الدنيا ماشيه معاكم ازاي، بس عموما كل واحد حر في اللي هو عايز يعمله. انا حاولت اساعد الناس مش عايزه تساعد نفسها. صباحكم فل، تحياتي.